السلام عليكم، مرحبا بكم. كما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله هو عبارة عن فستان ديال فصل الشتاء. كيجي انيق في اللبسة كما كتشوفوا في الصورة. كيجي برابطات العنق والحزام، آه، بالكشكاشة في الصاية و... والكمام بلاستيك. كتجي هاد التوجيه هادي في رابطات العنق، دايرة طويل انيق. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش نشاهدوا الفصالة والخياطة. كيجي طويل، طول كتحكموا فيه اللي بغيتو، ديروه طويل شويه قصير اللي بغيتو. السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم غنفصل معكم فستان ديال فصل الشتاء، خريف ربيع. المهم هاد الثوب هذا هو ما رقيقش وما غليظش، ويمكن لكم ديروا ثوب غليظ لفصل الشتاء. هاد الفصاله هذه كتليق بثوب يكون غليظ ديال البرد. على بركة الله. كنشوف الثوب فيه متر ونص في العرض وجوج ونصف في الطول. نبداو ان شاء الله نفصلوا هذا الفستان انيق. كيجي انيق بزاف، موديل جديد. على بركة الله. كنشد الثوب ونطويه على الطول ديالو. فاش كنخرج القطعه اللي كتجي من الفوق، قطعه ديال الصدر، كما كتشوفوا طويت الثوب على 4. غادي نفصل فيه، غادي نحيد فيه 43 في الطول. غادي نسطر ديك 43، غادي نسطر ونقطع القطعه الفوقانيه باش نبقى نفصلها بوحدها. عاد نفصل الصايه. كما كتشوفوا الثوب مطوي على 4. عندي هاد الجهه مفتوحه وهاد الجهه منا مسدوده. فاش غادي نفصل الكتف والعنق، على بركه الله، عندي 21 في الكتف، 8 سنتيم في العنق، 2 سنتيم كنهبط بها. في الامام عندي 10 سنتيم ديال العنق، 3 سنتيم كنطيح الكتف او ميال الكتف. كنهبط ب26 من الفوق باش ندير دورة الصدر. 26 من هنا كنسطر. غادي ندخل 31 زائد سنتيم، 32. هنايا 30 زائد سنتيم، 31. كنسطر، كندخل 3 سنتيم باش ندير التقويره ديال التركيز. كنوقف السنتيم عندي 30 في التركيز. غادي نسطر ما بين الحزام والصدر. الحزام عندي فيه 30 زائد سنتيم، 31. كنطلع ب3 سنتيم باش نحيد هذاك الجناب باش ما يوجينيش نازلين الجناب ديال هاد القطعه الفوقانيه. صافي. دابا كنقطع. غادي ندير التعديلات ديال الامام كنحيد سنتيم ونص ديال التركيز، وكنقطع سنتيم في الكتف باش ما يجيوش نازلين. هنا كنحيد واحد 10 سنتيم من العرض ديال الثوب. عاد نفصل ديال الحزام 10 سنتيم ديال الحزام ديال هذا الفستان. كما كتشوفوا هو 10 سنتيم، 10 حتى ل 12. غادي نطوي الثوب على عرضه. الاول طويته على طوله، ودابا غادي نطويه على العرض ديالو. بعد ما طويته على 4 كيجي هكا فيه العرض، كيعطيني العرض فاش ندير الكشكاشه. كتبقى لي الكشكاشه باش نديرها في الصايه، كتبقى 16 سنتيم كما كتشوفوا، 16 سنتيم في الكشكاشه. نحيد عليا الحاشيه. هذيك 16 سنتيم كافيه يعني باش ندير الكشكاشه من الامام ومن الخلف. غادي نهبط ب43. غادي نحط الراس ديال السنتيم في الكتف، في الراس ديال الكتف الفوق، ونبقى دايره متر و43. وانا غاديه حتى كندور على الصايه من التحت من الجلايل. كندور متر و43 ودايره من الجلايل من فوق الكتف. 16 سنتيم، 16 سنتيم ديال الكشكاشه اللي خليت غادي نهبط منها حتى الجلايل. 52
عندي في جلايل هما ديك الطراساج ديال 43 قطعتها صافي. غادي نقطع الصايه هي واجده عندي طويه على 4، كل جهه فيها 52. هذا غادي نفصل فيه الكمام، غطويتو على 4. 52 عندي في الكمام، 62 عفوا. انت غادي نهبط ب 23 باش ندير التركيز. غادي ندخل ب 12، غادي نسطر هادشي. غادي نقسم هذا التركيز على 4. هنايا عندي 18 في الكم، في راس الكم. غادي نقسمو على 2 ونعاود نقسمو على 4. الاسفل غادي ندخل بسنتيم جهه الكم، والفوق غادي نخرج جهه التوب بسنتيم. وغادي ندير ديك التقويره من الاسفل ومن الاعلى صافي. سمحوا لي على التصوير ما كيبانش مزيان. غادي نسطر ما بين التركيز وفم الكم او راس الكم، نقطع. غادي ندير فيهم لاستيك الكمام. هنايا غادي نفصل الكرافطه او رابطه العنق اللي غادي تجي في الكسوه. عندي الطول ديالها 76 والعرض 18، جوج قطع، كل قطعه فيها 76 والعرض ديالها 18 سنتيم. غادي نمشي معها 18 صافي. 76 في الطول و18 في العرض. غادي نقسمها على النصف كما كتشوف. شديت الطراساج ديال ها هما جوج قطع عندي. هنا غادي نفصل الدبلور ديال الامام. ديال الخلف ما نديروش حيت عندنا الكرافطه فيها الكول وكرافطه في نفس الوقت. كتشوفوا الثوب، هذيك القطعه ديال الثوب طويتها على جوج، جهه مسدوده. الجهه المسدوده ديال الكل غادي نحطها على الجهه المسدوده. هنا غادي ننزل ب 6 سنتيم. غتشوفوا معايا هاد الدبلور كيما داير. ديك 6 سنتيم اللي كنحطها فوق الثوب، ما كندخلش بها، كنطراسي داكشي اللي بقى لي في 6 سنتيم في الكول صافي. وكنحسب 12 سنتيم وهنا 6، كندير 6 سنتيم وكنبقى ماشيه معاه حتى لديك النقطه ديال 12 سنتيم. هذا هو الدبلور ديال الامام صافي. غنقطع ها هو الدبلور عندي كما كتشوفوا فيه 12 سنتيم. هذيك 7 سنتيم غادي ننزل بها باش ندير الفتحه ديال الامام. على بركه الله غادي نبداو في الخياطه. كما كتشوفوا هنايا التصوير ما كيبانش مزيان، ولكن غادي نحاول نفهم لكم. انا كنهبط ب7 سنتيم اللي هبطت بالدبلور. 7 سنتيم اللي هبطت في الدبلور كنهبط في الامام، كنطوي على جوج في الفتحه ديال الامام وكنهبط ب7 سنتيم. كنحط الدبلور لوجه على وجه، وكنحط ديك 7 سنتيم على 7 سنتيم ديال ديال الامام على 7 سنتيم ديال الدبلور. ها هي راه ما كتبانش. غادي نطراسيها 7 سنتيم. غتكون واحد الفتحه في الامام كما كتشوفوا على الصوره. فاش كندير الكرافطه كنزل بها بالخياطه، كنشد 7 سنتيم ونعاود مره اخرى وندور واحد نص سنتيم. ها هو هنايا فاش نزلت ب6 سنتيم، 6 سنتيم كنحط الدبلور على ديك 6 سنتيم، ما كنوصلوش حتى للكتاف. كنهبط ب7 سنتيم ونوصل حتى لديك النقطه ديال 7 سنتيم وندور ونعاود نطلع مره اخرى. كندور كنمشي واحد نص سنتيم نطلع نرجع لبلاصتي فين كنت صافي. هذيك الفتحه غادي نقطعها بالمقص كما كتشوفوا. غادي نقطعها، ما كيبانش التصوير هنايا. مره اخرى اعتذر على التصوير. هاني قطعتها وقلبت الدبلور للداخل
غادي نخيط هذاك الدبلور مع الصدر. كما كتشوفوا هذاك الدبلور غادي نحط عليه الصدر ونخيط بواحد السنتيم من الجوانب، من هذيك 6 سنتيم تما 6 سنتيم، وانا غاديه في هاد البلاصه هذه غادي نشد واحد السنتيم ونمشي معاه بالخياطه. ما غاديش ننزل الفتحه غير في الجوانب، هنايا في الجوانب كما كتشوفوا. ها الجانب الاول، ها الثاني. كنشد الدبلور مع القطعه ديال الصدر صافي هكا. كنكون خيطت هاد الدبلور هذا. دابا كنجيب الخلف كنخيط الكتفين، كنلقيهم بالخياطه. الكتف الاول، الثاني. صافي دابا عندي الصدر. غادي نطوي هذاك العنق الخلف والامام بجوج باش ناخذ العبار ديالهم شحال عندي فيهم في الطول، باش نشوف شحال غادي نطراسي في ديك رابطه العنق. كنوقف السنتيم باش كناخذ القياس ديال العنق الامام والخلف وهما مخيطين. عندي 24 مضوبله على جوج راه 48. غادي خصني نشد في هاد القطعتين نلاقيهم نخيطهم بجوج. عندي فيهم 18 في العرض و76 في الطول. دابا حيت درت لهم السوجي راه ما بقاش ديك 76، بقات 74 واقيلا ولا. المهم داكشي اللي عندنا. المهم الاساس هو نخليو غير بلاصه فاش غادي نركبوا الكول ديال هاد الفستان هذا. كنلاقيهم بالخياطه الوجه على الوجه باش تكون عندي الخياطه ديال الداخل والظهر. هنا كنشد ديك 24 من كل جهه، الثوب مطوي على جوج. كنخلي السنتيم بالخياطه، كنطراسي 24 كما قلت لكم. الثوب عندي مطوي على جوج. كنحلو باش غادي نخيطو ونعاود مره اخرى نقلبو. كما تشوفوا غادي نخيطو وندير فيه ديك المثلثات. كنخيطو هكا باش ندير فيه ديك، كتجي هكا كما كتشوفوا على الصوره. كتجي الكرافطه مقنته او مثلثه في الراس ديالها. كنخيط صافي وكنمشي بواحد السنتيم ديال الخياطه على طول الكرافطه حتى البلاصه فاش تراسينا 24 سنتيم. 24 سنتيم كتجي في الوسط ديال هاد الكرافطه. ها هي ديك النقطه هي 24 سنتيم. صافي كنوقف، ما كنزيدش الخياطه. كنرجع للراس الاخر نفس الشيء اللي درت في الراس كنديرو في الراس الجاوج. كندير مثلث في الراس ديال الكرافطه. صافي ونمشي بالخياطه واحد السنتيم حيت كنقلبها كتبقاش يتبان ديك الخياطه كتجي في الداخل. وكنحيد دوك الجوانب ديال المثلث. كنوقف في ديك العلامه اللي علمت ديال 24 سنتيم. كنوقف تما. صافي غنقلب الكرافطه كما كتشوفوا. غنقلبها. قطعت هذوك الجوانب الزائده ديال المثلث اللي في الراس، قلبتهم كما كتشوفوا. حاولوا معهم خرجوا دوك القنوته. صافي كتصبح عندي الكرافطه بحال هذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نخيطوها مع الصدر الامام والخلف. هاد المساحه هي 48 او 24 من كل جهه.
صافي غادي نركبها في هاد العنق هذا ديال هاد الكسوه، غنطويها على جوج باش نطراسي الوسط ديال العنق ديال الخلف، باش نبدا من العنق ديال الخلف وانا غاديه حتى الاخير ديال، غنطراسيه بالطباشير. هذيك النقطه فاش غادي نبدا الخياطه، وهذه فاش تراسيت غادي ندير الوجه على الوجه ديال الكرافطه، الوجه على الوجه ديال الكسوه او الفستان. غادي نخلي سنتيم ونمشي بالخياطه حتى الفتحه اللي درنا فيها 7 سنتيم، درنا فيها تبطين او الدبلور، نمشي بالخياطه سنتيم يعني نحاول بالخياطه حتى نوصل للاخير ديال الجهه. مره اخرى كنخيط الجهه الاخرى، كنبدا من الوسط ديال الخلف ديال العنق ديال الخلف وانا غاديه حتى الامام 7 سنتيم. ديك الفتحه اللي درنا فيها 7 سنتيم هي الاخره، تندخل سنتيم فوق السنتيم ديال الدبلور ديال الكرافطه، باش تجيني خياطه مفينيه. كنبدا من الخلف ديال هاد الكسوه هادي، باش كنرد عليها داك السنتيم كيجي مفيني من الامام بحال هكا. كندخل داك السنتيم اللي خيطنا في الاول، ندخلو ونحط عليه السنتيم ديال الكرافطه او رابطه العنق، وانا غاديه بالخياطه حتى نسالي حتى الاخير ديال الكول. كنبقى غاديه كنخيط على الحرف ديال الكرافطه او السنتيم ديال الكرافطه. الخياطه فاش ملاقيه ديال رابطه العنق كنبقى غاديه معها بالخياطه. صافي حتى لهنايا. هذا هو الاخر ديال 7 سنتيم، الفتحه ديال 7 سنتيم منا ومنا. هذا هو صافي كتصبح على هذا الشكل. هذه كتجي هكا مفينيه. غادي ندير لها واحد الخرصه هنايا باش كتدخل هاد رابطه العنق، كتدخل كتجي عاطيه شكل مزيان. نشد واحد القطعه ديال الثوب وكنخيطها نخيطها مع هذه فيها 6 على 12، غنخيطها بحال هكا ونقلبها. صافي خيطتها قلبتها، كنخيطها مره اخرى بحال هكا. باش تخيط مزيان كنعاود عليها الخياطه. صافي دابا غادي نخيطها مع الكسوه كما عندكم هنا كتبان لكم في الصوره هكا. كتجي على هذا الشكل هذا. كنخيطها بلاص في وسط الخياطه اللي خيطتها من قبل باش ما تبانش، كتجيها فوق الخياطه. كنعاود عليها مره اخرى، كنضوي الخدمه اللي عندي وندير لها ريتمو باش تفينا مزيان تخيط مزيان.
صافي كنخشي فيها الكرافطه، كتصبح على هذا الشكل هكا بلا تتحدد ان شاء الله وتولي احسن من هذا الشيء. راه مصور بلا حديده ولا هذه اللي في الصوره. دابا كنمشي باش نخيط الصايه، كنرخف، كندير الغرزه على 5 والطونسيو كنرخفو بواحد 2 دورات ولا 3. صافي وكندير هاد الكشكاشه كتصبح على هاد الشكل هذا. كنساويها الطول ديال الكشكاشه، كنساويها باش كنفرق ديك الكشكاشه على الثوب كله كما كتشوفوا. كنرخف الطونسيو وكندير الغرزه على 5، كدير لي الكشكاشه بوحدها كما كتشوفوا، كتجمع. ها نتوما هذه طريقه زوينه. كندوز كنخيطها. هذه غادي نساوي هاد الكشكاشه في الصايه كلها باش كلشي تجي فوق في الكشكاشه، حيت شي جهه كتكون فيها الكشكاشه بزاف وجهه ما فيهاش. كنحاول كلشي كنحاول ندير فيه الكشكاشه هكا. كنساويها وكنعاود نشدها بالخياطه باش تلقى تخيط مزيان باش ما تحلش. كنخيط هذيك الكشكاشه فوق منها، كنرد الغرزه على طبيعتها 3 أو 2.5، وكنزير الطونسيون نخيط فوق من الكشكاشه باش كنثبت هذيك الكشكاشه. صافي دابا كنلاقي الصدر مع الصايه، كندير سنتيم ديال الخياطه وكنخيط على طول الصدر والصايه. صافي كنحاول ندير 30 سنتيم اللي عندي في كل ربع هي 60. كنحاول نجيب ديك الكشكاشه قياس الصدر فيه 60، كندير 60 في الصايه. هنايا غادي ندير لاستيك لكم كما كتشوفوا، كندور لاستيك على القياس اللي بغيتو، القياس اللي شي كيبغيه مزير وشي كيبغيه مرخوف. المهم درتو القياس. صافي كنخيط واحد، كنخلي 1 سنتيم، كندور مره اخرى ونخيط في الجانب ديال هاد الثوب ديال السنتيم. كنخيط على الزرجي بحال هكا، كنخيط فوق السرجي حتى الاخير ديالكم. دابا غادي نخيط لكم مع الكسوه. كتشوفوا كنلاقيه، كنطوي لكم على 2 ونطراسيه باش نعرف الوسط ديالكم. صافي كنحط لكم على ما بين الملاقيه ديال الكتاف ونخيط من الاسفل. كنشد 1 سنتيم باش لاقي الكتاف، التركيز ديال الكسوه والتركيز ديالكم. صافي كنمشي مع الخياطه هكا، كنجمع لكم مع الفستان. صافي دابا كنجمع راسلكم لاستيك فم لكم، كندير 1 سنتيم، كنخيط على الظهر ديال الكسوه. صافي كنمشي ب1 سنتيم، كنرتق ديك الخياطه في راسلكم، نداري طمو ندوبلها مزيان باش ما تحلش، وكنبقى غاديه ب1 سنتيم حتى هنايا تحت التركيز او تحت الابط. كما كتشوفوا الخياطه مع الخياطه ضروري خصها تكون تجي الخياطه مع الخياطه. وهنايا في هاد الكشكاشه هادي في الصدر
الخياطة مع الخياطة كما كتشوفوا، مخصهاش تكون متفاوتة. صافي كنمشي بالخياطة حتى كنسالي حتى الاسفل ديال الكسوة. صافي هذا هو النهاية ديال هاد الجوانب ديال الكسوة. خيطها من قبل الكم الاخر. هادو غادي ندير دوك الخريصات اللي كيدوز فيهم الحزام، تقريبا فيهم 10 ولا 12 في الطول. كنطويها كل سنتيم كندخلو لداخل ونطويها ونخيطها، كنخيطها لهنايا كما كتشوفوا. الحزام عندي فيه 10 وكندوبلو على جوج كتولي فيه 5 كما تشوفوا. نخيط الخرصه الاخرى او الودينه الاخرى، ها هما جاهزين عندي. هذا هو الحزام مطوي على جوج كما قلت لكم. غادي نطويه للداخل لوجه على لوجه باش نعاود مره اخرى نقلبو. كيجي بحال هذا الشكل هذا. كنمشي معاه بالخياطه، كنشد الراس ديالو نخيطو ونهبط الجهه الاخرى حتى للراس الاخر وما كنخيطوش باش كنقلبو من ديك الجهه المفتوحه. سنتيم ديال الخياطه. صافي هذيك الجهه ما كنخيطهاش حتى كنقلبو. كنقلبو بهاد الطورنيفيس كما كتشوفوا. كنشد 1 سنتيم نشد الراس ديال الطورنيفيس وكنخشيه فيه وندخلو لداخل ونبقى غاديه معاه حتى كنخرج اللي كان لداخل كنخرجو على برا. الوجه كيخرج على برا. كنخيط الراس الاخر الجهه الاخرى على هذا الشكل. كندخل سنتيم لداخل ونخيطو. صافي هو عندي الحزام كيجي على هذا الشكل. ها هو. دابا ندير الطويه ديال التحت ديال الاسفل ديال الفستان. كنشد سنتيم ديال السورجي. صافي يمكن لكم طويو اكثر الا كنتو ما دايرين السورجي. انا طويت غير سنتيم. صافي خيطت العطفه ديال الاسفل. هنا كنركب الودينات ديال باش يكون الحزام. كنشد سنتيم من الفوق تحت الابط، من تحت الابط فوق الحزام سنتيم، وكنهبط الباقي للصايه. ويمكن لكم ديروا العكس، تشدوا سنتيم في الصايه وتطلعوا الباقي لجهه الصدر على حسب كل واحد كيف بغى الحزام فين يجيه. كنخيط كنطوي 1 سنتيم ونخيطو مع الثوب في الوسط ديال الملاقيه ديال الخياطه ما بين الصايه والصدر والملاقيه ديال الجناب. كنهبط داك سنتيم ونطويه للداخل ونخيط عليه من الفوق. نتمنى يكون باين لكم واضح الشرح. كندور عليه بالخياطه 1 سنتيم مربع. كنشدو من بالخياطه من الاسفل ديال الفستان ديال الصايه مربع خياطه. كنخيطو مربع من 4 الجهات. صافي هكا تكون عندي الخرصه. فاش كيدخل الحزام غنحيد هاد الخيوطه. كيجي على هاد الشكل. كتجي الخريصه على هاد الشكل. صافي هنا كندخل الحزام. كتجي الكسوه على هاد الشكل هذا. مازال خصها الديكريساج او المصلوح. كتجي مفينيه، كتجي زوينه انيقه رائعه للشتاء، فصل الشتاء، خريف، ربيع، صالحه لثلاثه الفصول. نتمنى منكم اللايك والاشتراك ودعموا لي القناه باش ان شاء الله نعطي ما عندي. كتجي على هذا الشكل. كتجي هذيك
تويشية فوق الكرافطة، فوق ديك الخرصة ديال الكرافطة. نتوما يمكن لكم ديروا أي حاجة ولا ما ديروش اللي بغيتو، ما كتجي أنيقة وكتجي زوينة. قال ثم اعتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثاري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري